اللواء كان حرب محمد نجيب القائد العام للقوات المسلحة يوجه كلمة للشعب المصري الكريم. تفشت عناصر الفساد في مرافق الدولة بدرجة خطيرة أساءت إلى سمعة مصر في الداخل والخارج، وهددت سلامة الشعب ورفاهيته وأمنه، وأصبح الدستور الذي جاهدنا في سبيله وبذلنا النفس والنفيس حتى حصلنا عليه حجرا على ورق. ولم يكن الفساد وقفا على المرافق المدنية، بل تعداها إلى الجيش. تآمن الخانة على جعل مصر بدون جيش كامل التسليح يزول عن حيادها. إذا جد لم نجد مناطا من منازلة الفساد والقضاء عليه أينما وجد. قمنا حركتنا السلمية معتمدين على الله وعلى تأييد شعب مصر الكريم بغرض أسمى، وهو تطهير مرافق الدولة وفي مقدمة الجيش وإعادة الحياة الدستورية الصحيحة في البلاد. قد نجحنا بفضل الله ونعمائه وبفضل تعاون الشعب معنا وتآزره وإيانا، فخرجنا على ركن أساسي من أركان الفساد. تخلصنا من فئة غير المسؤولين الخونة الذين بفضل مناصبهم تعبوا على خلق الجو المناسب لتنفيذ أغراضهم ومطامعهم. وليست حملة فلسطين وما حدث فيها من مآسٍ ومخازٍ وما ذاب فيها من ضحايا بعيد. وقد بدأنا منذ اليوم الأول في تطهير الجيش. أما عن المسائل الأخرى الخاصة بشؤون الحكم فنحن لا غرض لنا سوى مصلحة البلاد، ولهذا فإننا نترك أمرها للحكومة على أن يكون مسلكنا متفقا مع الدستور وصالح الشعب. وإني إذ أنهي هذه الكلمة أطلب من الشعب الأبي أن يخلد إلى الهدوء والسكينة وأن يتقي المستقبل وفي رجال الوطن، وأن يقوم كل فرد بواجبه كاملا، وأن يحاول إصلاح نفسه أولا، وأن يتعاون معنا في القضاء على الفساد وإصلاح كل معروف. كما أطلب منهم أن يوحدوا صفوفهم حتى نصل إلى ما نريد من تحقيق أهداف الدولة كاملة. وقد قال تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صدق الله العظيم، والله ولي التوفيق.